نجية صباح الخير. نجية أهلا مرحبا بك. صباح الخير لكل المشاهدين. وراه لاحق الصدى اليوم. الصدى راهو غير يتسع المجال ما شاء الله ما شاء الله. بفضلكم ما شاء الله عليكم الملتي ميديا اللي يختاروا يعني بدقة يختزلوا لنا برامج تدوم وقتها ساعات في بضع دقائق لكن تصنع الحدث. اكيد بطبيعه الحال دورنا انه ننقلوا للمشاهد الامور اللي فاتته سواء على الشاشه او على المسجله او تكون على المباشر، نحاولوا ننقلوها له على منصات التواصل كلها التابعه للشغل. خاصه وانه فيه اليوم ماهوش جمهور التلفاز، كاين جمهور ثاني عبر مواقع التواصل، فهذا دوركم ثاني باش يقدر يوصل لاكبر قدر ممكن من المتابعين. واش اخترتي لنا اليوم؟ صباح الخير نعاود نقولها لطفي، صباح الخير ايمان، صباح الخير لكل المشاهدين. دخلنا طول مع خلينا دخلنا على طول مباشره. مرحبا بك، نورتي برنامج صباح الشروق، اطلالتك جميله جدا. ان شاء الله كل التوفيق في هذا الفقره. ان شاء الله شكرا جزيلا، وصباح الخير لكل المشاهدين متتبعي صباح الشروق وفقره صدى الشروق. صدى الشروق لهذا اليوم في هذا العدد راح نحاولوا انه نعطوها بصمه حصاديه لكل ما مر في الشبكه البرامجيه على الشروق تي في من 2024 الى 2025، بما اننا على مشارف انتهاء سنه 2025. حاولنا من خلالها انه نجمعوا بعض الارقام، يعني مرور صغير او وهله فقط. الشروق على منصه الفيسبوك صداها وصل الى 3.2 مليار مشاهده ما شاء الله. مليار على الفيسبوك ما شاء الله. صدى الشروق على اليوتيوب ازيد من نصف مليار مشاهده ما شاء الله. ايضا نفس العدد على الانستغرام وعلى التيك توك. يعني صدى الشروق على مدار هذه السنة ومازال البرامج سواء الاجتماعية والثقافية، الحوارات الحصرية وحتى الاجتماعية والخيرية، صداها وصل إلى أبعد الحدود. وبرنامج صباح الشروق عنده نصيب بطبيعة الحال. لينا نصيب. أرقام مليونية طرقنا لها في الأعداد الماضية مع الزميلين زهرة وصلاح. يعني ما شاء الله صباح الشروق راهي دائما في القمة. هذه بفضل أكيد شباب الملتي ميديا أيضا وجهودكم. يعيشك. نبدأ بالمنصة الأولى اللي نطرقوا لها أو البرنامج الأول اللي أحدث صدى كبير على منصات التواصل الاجتماعي هذا السنة، هو برنامج عشت وشفت. هذا البرنامج مر فيه عدد للسيدة سهيلة، لربما تذكروا القصة تاعها، اللي راحت غضبانة 5 أشهر إلى بيت أهلها، ولما عادت لقات زوجها تزوج وأولادها الآن حرمت من رؤيتهم. هذا العدد تاع السيدة سهيلة يعني حقق تفاعل كبير. البعض كان مع السيدة سهيلة لأنها ما رضاتش بسوء المعاملة، والبعض الآخر اعتبر بأنه هذا السلوك يعني فيه مبالغة بالنسبة لها، وأيضا وقفوا معها من حيث أنه حرمت من أولادها. إلى كي نشوفوا بعض التعليقات حول حالة السيدة سهيلة وبعدها نمر إلى الحالات الأخرى. ملك قالت للسيدة سهيلة: نصيحة لكل امرأة، عندما يكون خلاف بينك وبين زوجك أعلاه تروحي لبيت أهلك، بالعكس اقعدي في بيتك وعالجوا الأمور بالتي هي أحسن، مهما يتظلمك ما تسرعيش لإخبار الأهل. هنا راح تمدي زوجك فرصة وزيد 5 شهور ما تحلش المشكل بزاف وهو تزوج في الحلال، الله يسهل عليه. هذه نصيحة يعني لكل امرأة. دايما في برنامج صباح الشروق النقطة الأساسية اللي نجتمع عليها إنه السر بين الزوجين لازم يبقى الخصوصية. صح. الخصوصية حتى نمنعوا دخول الطرف الثالث. في اليوتيوب مينياك قالت بأنه سهيلة تقطع القلب، تشوات على اولادها وعلى ميمتها، قلبي تقطع يا ربي، حتى لربما دعت لها انه تعاود تلتقي باولادها. ادم قالت سهيله: والله اختي فرج ربي الصبر يبارك، والله القلب تقطع، الكبده واعره. هنا كامل شافوا الجانب الامومه انه تحرمت من اولادها لمده سنوات. وهنا يكونوا حياديين يمدوا رايهم بلا ما يفصلوا، يعني بلا ما يفصلوا. بطبيعه الحال كل واحد وجهه نظره وربما عايشوا نفس القصه. صح. هذا تعليق ايضا على الجانب الامومي لسهيله. نروحوا الى فيديو اخر وهو فيديو نسرين. هذه نسرين اللي كانت عندها
كان عندها موعد مع خلينا نوجه تحيه لزميلنا يوسف نكاع بطبيعه اللي اجتهد كثير وكل فريق في انجاح هذا البرنامج. بطبيعه الحال هو يحاول يعكس كل ما هو موجود في المجتمع في الشاشه، ومنه نشوفوا هل هذه الحالات يعني مفرده او خاصه او هي موجوده بكثره في مجتمعنا. المره الماضيه طرقنا الى حاله متسوله دخلت الى منزل ضحيه جات في عشت وشفت. هذيك الضحيه كشفت انه كاين بزاف ناس تعرضوا لهذا النوع من الاحتيالات، وزوجها بسبب واش صار يعني الصدمه او السحر او شيء من هذا القبيل توفى. يا الله. وجات هي عشت وشفت وحكيت هذه القصه والتعليقات وردود افعال الناس كشفت انه فعلا الحالات اللي راهم يجوا يعني حالات خاصه لكن موجوده بكثره. هذا هو واقع يعني. صح. بالفعل. حاله السيده نسرين هي كانت عند عائله تسيء معاملتها، راحت لعند حلاقه، بالمصادفه اكتشفت انه هي متبنات وانه العائله اللي راهي فيها مش عائلتها الحقيقيه. عند الحلاقه لانه عندها خاصيه او ميزه في عينين، العينين مش نفس اللون. والحلاقه قالت لها جزت عليا زبونه وكان عندها نفس اللون العينين، ومنه اكتشفت بانه هذيك المراه كانت امها والدتها. تعليقات ايضا كانت كثيره على هذا العدد اللي كان في عشت وشفت. العدد الثالث اللي أحدث صدى كبير على منصات التواصل الاجتماعي هو العدد اللي جاء فيه متطوع في جمعية خيرية لتنظيف المقابر، تحدث على حالة امرأة داروا لها السحور آخر المطاف المرأة توفت بالسرطان بسبب هذا الأمر. هو قدم توعية ورسالة مباشرة، بدأت حملة تنظيف من هذا العدد إنه كان مؤثر جدا، وفعلا كاين عدة حالات تم إنقاذها من هذا الفعل السيء. وهذه الحملة مكنت من إنقاذ العديد من الأشخاص من الدوامة اللي كانوا عايشين فيها، سواء من المرض أو الحالة الاجتماعية المزرية أو العلاقات والروابط اللي تقطعت بسبب هذا النوع من وهذا هو الغرض من هذه البرامج اللي تمد رسائل. صح. بالفعل توعوية وأيضا تحسيسية، ونحاولوا نقدموا رسالات إنسانية. نروح للبرنامج الثاني اللي أحدث صدى كبير على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وهو برنامج سكة مع زميلة الإعلامية فرح ياسمين. هذا العدد مع الممثلة المصرية شيماء سيف. العدد اللي كان فيه مقطع أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو مقطع تحدي اللهجات. تحدي اللهجات كان فيه يعني نقاط مشتركة بين اللهجة الجزائرية واللهجة المصرية للمتتبعين على المنصات، وبداوا يتفاعلوا ويعطوهم آرائهم ويعطوا أيضا بعض الكلمات ويشوفوا إلى نفسها في اللهجة المصرية. نشوفوا بعض التعليقات إن أمكن. هذا العدد من بين الأعداد المميزة، وكاين ضيوف دائما يكونوا في سكة يحدثوا تفاعل يصنعوا فارق. ماما بشرى قال ضحكتها وحدها تضحك، لانه هذه الممثله معروفه بروحها المرحه، والشيء البسيط هو اللي يجلب الانتباه، يشد المشاهدين اذا لاحظتوا هذا الشيء. يحبوا الحاجه الامور البسيطه مش المعقده. احدى المتتبعات قالت اجمل ممثله كوميديه طول عمرها تضحكني الله يحفظها، خفه روحها يعني اثرت ايضا على المتتبعين والمشاهدين. ومن بين التعليقات ايضا الاعلاميه اللبنانيه منى ابو حمزه علقت على هذا العدد على الانستغرام، قالت صباط ميزابوت في اللغه التركيه وتعني حذاء. علقت على هذا العدد وهذا المقطع بالذات. نروح الى برنامج اخر، وهو برنامج مذيعكم. هذا البرنامج اللي كنت انت منشط لهذا الحصه المميزه اللي راهي تلقى تفاعل كبير جدا من قبل سواء طلبه الاعلام والاتصال او المشاهدين، يحاولوا من خلالها انهم يبينوا وجهه نظرهم في الاعلاميين المستقبليين الذين سيظهرون على مختلف الشاشات. 6 مترشحين الآن رانا نستناو في الفائز النهائي منهم بلقب مذيعكم، ويحظى إن شاء الله بالميكروفون الذهبي. هذا العدد ترقبوه كما قال لكم لطفي يوم الأربعاء إن شاء الله. يوم الأربعاء راح يكون الختام إن شاء الله. إن شاء الله.
برنامج آخر هو برنامج كاش أو سبلاش اللي أيضا حقق تفاعل على مختلف المنصات مع الزميل الإعلامي عمار الشندالي. العدد هذا اللي كانت فيه بطلة مسلسل بنات المحروسة اللي عرض على شاشة الشروق في رمضان المنصرم، كانت هي اللي دارت الباز كما نقولوا، احدث تفاعل كبير. ليديا شبوط كان معها خساني ايضا. كانوا عده ممثلين حضروا في هذا العدد. مام يمنى كانت يمنى حاضره ثاني. هذا العدد أعادت فيه غناء أغنية انتي سبابي للفنان كادر جابوني، ولقات تفاعل كبير من قبل المتتبعين. برنامج آخر اللي حدث صدى على منصات التواصل الاجتماعي أقول، ويبث حاليا مازال الآن يبث، وهو برنامج تضحك تخرج. العدد اللي لقى تفاعل كبير هو لما أحضر الممثل خساني محمد خساني بنته يمنى لهذا العدد، وحاولت أنها تصطنع وترتجل على مسرح تضحك تخرج، ولقى تفاعل كبير. وكانوا العديد من الفنانين حاضرين. يمينة ضحكتهم كامل. هنا حبوا يقدموا نوع من التشجيع لهذه الموهبة الصغيرة على أن والله خلاص هي بدات تصير في خطى ثابتة في التمثيل. شاركت معه في السيت كوم. برنامج آخر حدث ضجة على منصات التواصل الاجتماعي وهو برنامج نجوم العلوم. هذا البرنامج العربي الابتكاري اللي يحاول أنه يدعم المواهب الإبداعية والأفكار. هذا البرنامج كان فيه مقطع مميز هو اللي جمع أحد أعضاء لجنة التحكيم، واللي هي وهبة شاعر بممثل الجزائر العيد دردابو اللي فاز بلقب نجوم العلوم. وهي في هذا المقطع بينت عن افتخارها بأنه العيد دردابو من الجزائر، لأن الجزائر قدمت علماء بالفعل. ومن بين التعليقات نشوفوا التعليقات: هؤلاء هم المؤثرون الحقيقيون الذين يجعلون من العلم دربا لتنتفع البشرية. هذا تعليق إحسان حول هذا المقطع. تعليقات جد إيجابية ومحفزة. من بينها أيضا إلهام قالت: ألف مبروك للمؤثرين الحقيقيين مزيدا من النجاح. ألف مبروك للبطل العيد دردابو بعد نيله للبطل كنجم العلوم لهذا الموسم 11. نروح إلى برنامج آخر وهو برنامج معي في مشروعي. هذا البرنامج أيضا ناجح جدا، صحيح، صدى كبير لأنه احتضن أفكار ومشاريع الشباب المختلفة في مختلف المجالات، سواء الخاصة بالأطفال، بالشيوخ، بالشباب، سواء كانت في الفلاحة، في الزراعة، في الصناعة، كلها. والشباب كلهم صاروا يراسلونا ويحبوا يشاركوا في هذا البرنامج الكبير. المستوى يعني مستوى عالي للشباب الجزائري من حيث الأفكار. يعني فقط افتح له الباب وخليه يخدم ببساطة. معي في مشروعي هذا البرنامج كاين مقطع للمشاركة إيمان عمور حقق مليوني مشاهدة وكان فيه تفاعل كبير. نروح إلى مقطع آخر وهو من لو باتيسيي في العدد السابق. ميور باتيسيي كاين هذا العام ثاني، والأمس كان العدد الثالث. هذا المقطع كان للشيف التركية توبا غيشيكيل قدمت تحفة بالكيك ولقى تفاعل. بغض النظر كاين اللي يعجبهم الشكل، كاين اشخاص ثاني تيشوفوا المحتوى. يبان صح، يبان نحاس، يبان حقيقي. وبعدها المفاجأة انه هو في حد ذاته كاك. كانت عدة تعليقات حول هذه التحفة اللي قدمتها الشيف التركية، لكن في المقابل كاين اللي توجهوا الجانب الصحي. علقوا على انه ام وفاء قالت انه حتى الشيف سليمان تحدثت على احد المنافسين كانت عنده قدرات ابهر بها لجنه التحكيم. ميرال تحدثت عن هذه الخدعه البصريه لهذا الكيك اللي عدته الشيف التركيه، وكاين اللي يتبعها من قبل على الانستغرام. وهذه ميس سولالو تحدثت على انه هذا الشيف مبدعه فيما تقدمه للمستهلكين من خلال أفكارها، أو من حيث الذوق. البرنامج الآخر هو ملكات التسوق، لي غاند شوبينغ.
هذا البرنامج اللي الآن مازال يبث على قناة الشروق تي في. المقطع اللي أثار تفاعل وكان له صدى على منصات التواصل الاجتماعي هو لناريمان، خزانة ناريمان معمرة بالحكايات، والخاتم هذا حكايته سبيسيال. هذا المقطع اللي وهله لربما تقولوا انتم وشنو هو المميز فيه، لكن التعليقات والصدى راحوا للخاتم. البعض بدا يتحدث على خاتم الخطوبه، البعض يقول باللي هذا الخاتم اصلي وقديم من النوعيه الجيده. كل واحد وين راح بي التعليقات. يونس انا بعته للصياغه، وكل مره نشري خاتم خطبه جديد، لانه خاتم ناريمان هو خاص بالخطبه وتبحر لها، وكل مره نشري خاتم جديد. ما عندي حتى مشاعر كي تولي في الذهب، لانه المراه بطبيعه الحال تحب الذهب. وكان يتوجهوا ايضا للحديث عن القفطان اللي كانت ترتديه، لانه القفطان الجزائري الاصيل. ايضا من بين البرامج لاكازا ديال سبور، وكان فيه مقطع للاعب جابو واثار تفاعل كبير، تحدث فيه على المعاناه اللي لقاها والصعوبات حتى وصل للتلألؤ والقمه وهذا الاسم الكبير في الملاعب الجزائريه والدوليه. من بين ايضا المقاطع اللي اثرت واحدثت صدى على منصات التواصل الاجتماعي، تصريحات حصريه لفنانين من مهرجانات مختلفه. من مهرجان الفيلم البحر الابيض المتوسط، الفنانه القديره فتيحه سلطان. هذا المقطع تحدثت فيه بكل عفويه وبكل تلقائيه، وهي عندها سنوات ما ظهرتش على الشاشه. هذه الفنانة طمنت جمهورها في هذا المقطع أنها بخير، وأنها فقط تحتاج من المنتجين إلى التفاتة من أجل العودة إلى الشاشة. هذا المقطع استعاد من خلاله المشاهدون ذكريات بالفعل، ولقى تعاطف كبير من قبل محبي الفنانة الجميلة بالفعل. وايضا كاين مقطع من فيلم البحر الاحمر للممثله ليلى احمد زاهر، واثار ايضا تفاعل، لانه اكدت انه تلتزم بالعوده الى عائلتها في كل ما يتعلق بقراراتها المهنيه او الخاصه. ما زالت تستشير العائله رغم انه متزوجه ومع عائله فنيه يعني كبيره. ومن بين التعليقات اللي تخص فتيحه سلطان الفنانه القديره، فنانه في القمه، رمضان في التسعينات، اعصاب واوتار، متعتينا في الزمن الجميل، تهنيتي. ويلقطوا في هذا المقطع اثار تفاعل كبير. نروح الان الى مقطع اخر، وهو للحاجه مسعودة، ما شاء الله، عبرت عن فرحتها الكبيرة بحصولها على فرصة للحج هذا العام. كانت تلقائية جدا، ما شاء الله، ألف مبروك، بالزغاريت وبالفرحة. كانت عفوية جدا، ما شاء الله، وتفاعلوا معها أيضا الحضور، ما شاء الله، وتفاعل أيضا معها المشاهدون على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وباركوا لها بهذه الفرصة وبهذه الفرحة اللي بينت أنها فعلا كانت تتمناها منذ مدة. وراح تصنع جو مع ضيوف الرحمن، راح يحبوها كامل إن شاء الله تروح بخير، إن شاء الله بخير إن شاء الله. نختموا هذا الحصاد لهذا الموسم ببرنامج صباح الشروق بطبيعة الحال. نبداوه بالمقطع اللي أثار هذا في عيد الأم. في عيد الأم مع الشيف لوزة، نهار جا وليدها فاجأها وابنها. هذا المقطع أثار تفاعل كبير على منصة التواصل الاجتماعي هو الآخر. حبوا يأكدوا على الرابطة الجميلة الموجودة بين الشيف ناصر والأم نتاعو، وهو سر نجاحهم. هذا هو ما شاء الله عليهم، ثنائي ناجح ما شاء الله عليهم. من بين التعليقات، يا رب خالتي لوزة ولدي نهار نزيد يجي حنين كيما ولادك ان شاء الله. هذا تعليق آلاء وفاطمة. تعليقات أخرى شوفوهم. تعليق لشروقي لأم أيوب، قال شفتها الحصة اليوم، كانت من أروع ما يكون، عيد سعيد لكل الأمهات وخاصة الأم الغالية على قلبي. كانت في عيد الأم، كانت في عيد الأم وفجأة جا وليدها يعني. من بين المقاطع أيضا نروحوا لمقطع آخر، هو مقطع
الطفله زينه اللي حضرت معك في المباشر. دارت حاله زينه على بالك مشا، ربي يحفظها من العين، ربي يحفظها. كل التعليقات كانت بمثل تعليقك الان، ربي يحفظها، ربي يحفظها ما شاء الله، على عفويتها، على فصاحه لسانها، وذكيه جدا، ذكيه ما شاء الله عليها، والعفويه انا ولطفي قالتنا انا نهدر ما شاء الله عليها. هذيك العفويه هي اللي لقات تفاعل كبير. من بين التعليقات ايضا اللي على زينه قلنا كلها كانت ايجابيه. نروح الى مقطع اخر، وهو مقطع الاستاذه الشريعه فريده رحال، اللي تحدثت فيه على ضروره ترك الطفل انه يحاول يدرس بنفسه، تعليمه ان يتكل على نفسه ولا يتوكل على غيره. هذا المقطع اثار جدل على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض. هناك من يدعو الى مرافقه الطفل في تدريسه في الفتره الابتدائيه، والبعض العكس. من بين التعليقات كاري مابوس قالت: قرينا وحدنا ونجحنا، راهم قريب يروحوا يقراوا معاهم في القسم. هذه لمعاناه الاولياء في تدريس ابنائهم. ايضا دانيا قالت: والله امنيتي نريح راسي وما قدرتش، الله غالب لازم نفهمهم ونعاود نقريهم. تعليق اخر قالت: لا يما الحنانه لازم نوقفوا لاولادنا، يعني هذه ماهيش حابه تخاطر اصلا. تعليق اخر لسيلينا ميلو قالت: قريب يحفظوا في بلاصتهم. بالفعل يعني من جانب يعني البرنامج اللي راهو كثافه كبيره، برنامج مضغوط، ومن جهه اخرى التلاميذ نوعا ما نقص فيهم استيعاب كما طرقوا ليه الاخصائيين النفسانيين والاجتماعيين لما حضروا في بلاطو صباح الشروق. اكدوا ان الاطفال عندهم نوعا ما صعوبه في الفهم لوحدهم. هذا ما كان في برنامج اهم البرامج اللي مرت في الشبكه البرامجيه لمجمع لقناة الشروق TV عبر منصاتها الموسم، عبر مختلف المنصات. عملنا جولة خفيفة لأهم المقاطع. جولة كانت جميلة خفيفة. شكرا لك نجية، نورتينا بحضورك وإطلالتك، وحبينا كل ما اخترتي من برامج. شكرا لك.